5 أعمال أي عمل منهم يسبب لك عذاب القبر، والله من أشد وأفظع وأخطر العذاب اللي ممكن تسمعه في حياتك. يبقى أنت تركز معايا، تخلي بالك من ال5 أعمال، وتحاول تتلاشى كل عمل من ال5 لينجيك الله عز وجل من عذاب القبر، وتكون ممن قيل فيهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي في القبر، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رقم 1 بعد ما توحد الواحد، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا جندب ابن سمرة في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان متعود بعد كل فريضة يجلس بين أصحابه ويسألهم سؤال، ألا وهو: يا صحابة النبي، نعم يا رسول الله، من منكم رأى رؤيا في هذه الليلة؟ مين فيكم شاف رؤيا في منامه امبارح؟ لو في حد من الصحابة عنده رؤيا بيحكيها للنبي. في المرة دي محدش من الصحابة شاف رؤى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني رأيت رؤيا رأيت فيها عجبا. مين اللي بتعجب يا جماعة من الرؤيا؟ عليه الصلاة والسلام، صلى عليه النبي تعجب واندهش وخاف واتفزع وضحك وأبكى في هذه الرؤيا. يبقى معنى كده يبقى احنا نركز قوي في اللي جاي، علشان اللي جاي خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت البارحة في منامي ملكان آتياني وأخذاني وقالا لي قم واذهب معنا في الأراضي المقدسة. والنبي محمد ماشي مع الملكين، ومن هنا النبي محمد هيبتدي يشوف المشاهد العذاب في القبر وفي النار ال5 اللي هقول لك عليهم. ده الحديث طويل، خلي بالك، أنا اخترت لك 5 بس علشان دول أهم 5 صفات أنا وإنت بنقع فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا مستلق على قفاه، يعني نايم على ظهره كده على قفاه، وإذ برجل آخر قائم عليه، واحد تاني كده واقف على دماغه، ويمسك في يديه كلوب من حديد. كلوب يعني حديدة معوجة، حديدة كده معوجة من اللي بنعمل بها أي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يمسك بهذا الكلوب يضعه في أحد شقي جبهة الرجل الذي هو مستلق على قفاه. بيحط الكلوب يا جماعة، أنا هفسر لك كده بالظبط علشان تفهم، بيحطه كده في شقه الأيمن أو شقه الأيسر، أي واحد من الاثنين، من هنا كده، ويقعد كده يقطع في وشه ويشرشر ويشدق في وجهه حتى يخرج هذا الكلوب من قفاه والعياذ بالله. ثم يفعل هذا الرجل مرة أخرى في شقه الآخر ويشدق ويشرشر في وجهه حتى يخرج من قفاه، ثم يلتئم وجهه، ثم يكرر هذه العملية مرة أخرى إلى يوم أن تقوم الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيسأل النبي: ما حال هذا الرجل؟ فيقول النبي: فقال لي: انطلق انطلق، انت لسه ما شفتش حاجة، ده اللي جاي لسه جديد، هنعرفك في النهاية. فقال النبي: فانطلقت فوجدت رجلا آخر مستلق على ظهره، نفس الرجل الأول بالضبط،
ويقف على رأسه رجل قائم عليه، نفس المشهد بالضبط، ولكن الرجل التاني ده معهوش كلوب حديد، لا، يمسك في يديه صخرة ضخمة كبيرة متينة. فيقول النبي: فرأيت الرجل القائم الذي يمسك بالصخرة يهبدها ويدهدرها على رأس الرجل الذي هو مستلق على ظهره. يقول لك من شدة خبطة الصخرة في دماغ اللي نايم دماغه تتفرتك والصخرة تجري المكان بعيد، فيروح يمشي على رجليه يجيب الصخرة ويقوم مكرر العملية تاني، ربنا سبحانه وتعالى يجمع له رأسه وعظامه مرة تانية، يقوم يضربه تاني لحد ما يكسر عظام رأسه فتفيت. فيقول النبي: وهذا أشد وأصعب، ما حال هذا الرجل؟ فقال النبي: قال لي: انطلق، لسه في تاني، استنى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسرت معهما حتى وصلنا إلى مكان به تنور. يعني إيه تنور؟ بالفلاحة كده فرن، بس مش فرن من اللي بنخبز فيه ولا بنسوي فيه الأكل. قال النبي: تنور أعلاه ضيق، الفتحة من فوق بتاعته ضيقة، ومن أسفله واسع، وتسمع فيه شهيق، وتسمع فيه زفير. تنظر في هذا التنور ترى رجالا ونساء عراه كما ولدتهم أمهاتهم، كلما أتى النار في التنور على الرجال والنساء يصدر منهم ضوضوة. يعني ايه ضوضوة؟ يعني صوت صياح وصراخ لا يتحمله بشر. فقال النبي: ما حال هؤلاء؟ قال لي: انطلق. الرابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت معهما حتى وصلنا إلى بحر دم. المية بتاعت البحر دم، مية حمر، دم صافي. وفي هذا البحر أو في هذا النهر رجل يسبح فيه، واحد بيسبح في نهر الدم وعاوز ينقذ نفسه ويخرج من البحر، وكل ما يجي يخرج على شاطئ هذا النهر رجل يمسك في يديه حجارة، وكل ما اللي بيسبح ده عاوز يخرج فيفغره في فمه، يروح محدفه كده بالحجارة حتى ينزف دما على هذا الدم، فيرجع مرة أخرى ويغرق في هذا البحر الذي هو من الدم وما يعرفش يخرج. فيقول النبي: ما حال هذا؟ فقال النبي: قال لي: انطلق. فانطلق النبي حتى وصل إلى رجل خامس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت رجالا ونساء. ركز بالله عليك بقى، شقهم الأيمن شطر من الشق جميل كأجمل ما ترى، حاجة كده ما شاء الله، وشهم ده بدر منور. والشق الآخر أسود قبيح كالح والعياذ بالله، نص أبيض ونص أسمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهم واقفون على شاطئ نهر، واقفين كده على شط بحر، فيقال لهم: اذهبوا إلى هذا النهر. ينزلوا في المية تتعكر بالسواد، فيجي زي يعني ما نقول ايه، موجة كده على وشهم وعلى جسدهم، فيذهب هذا السواد، ثم يخرجون من هذا النهر وقد تحول الوجه كاملا إلى بياض، نسأل الله أن نكون منهم، قولوا آمين.
فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكان. بس أنا تعبت لحد كده، ده خلي بالك، ده أنا عديت لك 5 بس. النبي محمد شاف مشاهد تانية كتير بس ما تخصناش في موضوعنا. إني رأيت معكم الليلة عجبا، أنا شفت معكم الليلة عجاب. فيا ترى إيه هي بقى تفسير الحاجات ديت؟ اسمع بعد ما تصلي على سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي: أما عن الرجل الأول، فاكرينه يا جماعة؟ صاحب الكلوب اللي كان بيدخل من هنا ويشرشر كده ويخرج من أفاه الحديدة المعوجة. قال الملكان: يا محمد أما عن هذا فهذا رجل من أمتك، افتح قوسين، الكذاب، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب كذبة وتنتشر في القرية كلها والناس تصدقها. أقول لك الكذاب ده حاله في القبر إلى يوم أن تقوم الساعة. قال أما عن الرجل الآخر الذي كان هو مستلق على ظهره ويضرب بالحجارة ثم يعاد مرة أخرى ثم يضرب بالحجارة فتتفرتق رأسه وعظام رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي إنه الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. أنا عايز أعرف بيجي لك نوم إزاي وإنت ما صليتش العشاء؟ يا جماعة اوعوا تسيبوا الصلاة. يا جماعة مفيش دخول الجنة من غير الصلاة. يا جماعة مفيش صلاح حال ولا راحة بال ولا بركة في المال ولا هداية للعيال إلا بالصلاة. عمرك ما هتبطل ذنب انت مصر عليه الا في الصلاة. واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انت لو بعدت عن الصلاة صدقني انت بعدت عن القرآن، لان معنى انك بتقرأ قرآن يبقى انت راجل فيك خير وهتصلي. والله لو بعدت عن الصلاة مش هتعرف تذكر ربنا، مش هتعرف تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، مش هتعرف. لو انت بعدت عن الصلاة هتحرم لذة الدعاء. هيجي لك نفس ازاي ولا هيجي لك قلب ازاي تقف كده وانت بين ايدين ربنا وتقول له يا رب؟ هتقول له يا رب ازاي وانت اصلا ما بترقعهاش؟ يا جماعة انا دايما بقول كده، ضاعت صلاتك ضاعت حياتك. اللي ضيع الصلاة ضيع حياته. واذا صلحت صلاتك صلحت حياتك، فلا حياة بدون صلاة. علشان ما نقفش عند دي كتير. قال أما عن الرجل عن الآخر التنور، الفرن اللي بيغلي، اللي فيه صوت ضوضاء وصوت صياح وفيه شهيق وفيه زفير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي يا محمد هؤلاء الزناه من أمتك والعياذ بالله، الزاني والزانية، ولهم مشاهد كتيرة في الإسراء والمعراج. قال أما عن الرابع الرجل الذي يسبح في نهر الدم، قال النبي: إنه آكل الربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بتوع الفوائد، بتوع البنوك، بتوع خد 10 هات 20، بتوع ما اعرفش البنوك كل الربا بصفة عامة حرب على ربنا. وده بيكون حالك يوم القيامة. وملعون برص النبي: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وأي حاجة تخص الربا ملعون. قال أما عن الخامس أناس شطر من وجههم أبيض وشطر أسود ينزلون النهر فهذا النهر يغير لونهم إلى بياض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي يا محمد هؤلاء أناس من أمتك، وده أنا وانت بالعموم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عز وجل عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة. اوعى تكون إنسان كذاب.
ما يستاهلش انك تكذب عشان حاجة. اوعى تكون ما بتصليش، اوعى تكون بتاكل الربا، اوعى تكون ماشيك في الحرام، اوعى يكون مصر على الذنوب. لا، عملت ذنب استثمره بطاعة عشان ربنا يتوب عليك. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا لنتوب ويغفر لنا الذنوب. قولوا آمين.